المدرسة دي كل واحد فيهم عنده قوة خارقة مختلفة عن التاني، واللي بيدخلها بس الخارقين. وفي واحد بيقدر يلف بسرعة جدا، والتاني سريع قوي، وده بقى جسمه مطاط يقدر ينط جامد ويطول جسمه. ودي بقى جيان رئيسة الطلاب. اما هادي كان دايما معجب بيها، وكل سنة بيجمعوا الطلاب الجداد اللي عندهم قوة خارقة عشان يشوفوا مين هيتقبل ومين هيترفض. حتى المدرب بيكون عنده قوة خارقة بيقدر يعلى صوته جدا ويهز المدرسة كلها، وبيختبر أول طالب واللي بيقدر يحول جسمه لإنسان صخرة. فالمدرب بيحب يختبر قوته وبيهدف عليه عربية وبيقدر يمسكها، فبيتم قبوله عشان قوة كويسة. والولد التاني بيكون عنده قوة خارقة بس لازم يقعد وقت عشان القوة تجهز، بس المدرب بيزق بيهدفه بعيد، وده بيقدر يحول نفسه لمادة سايلة، بس المدرب بيرفضه على طول لأن قوة ملهاش لازمة. وفي واحد بيقدر يحول جسمه لست ايد، ودي بتحول شكلها الكورة، اما ده بقى بيتفق على العمود. فالمدرب كان رايح يرفضه وبيطلب منه انه يبص على الحيطة، وبيلاقي ان الحيطة عمالة تتاكل وكأن حدف عليها مية نار، وبتعجب المدرب جدا. اما البنت اللي بقى بتقدر تحول نفسها لفار، بس المدرب بيقرف منها وبيرفضها على طول.